حابب اتكلم كلمتين في موضوع مريم مصطفى اللي كانت لاعبة في النادي الاهلي، وفجأة مرة واحدة انتقلت من النادي الاهلي لنادي الزمالك. ما تفهمش ايه الانتقال اللي حصل واللي كان غريب، بس اللي كان ورا الحوار ده كله والدة مريم مصطفى اللي كانت عضوة في اتحاد الكورة في منصب مهم جدا في اتحاد الكورة. وفجأة مرة واحدة والدتها اتشالت من المنصب ده في اتحاد الكورة. وفجأة مرة واحدة اللعيبة لقت نفسها إن نادي الزمالك بيستغنى عنها، وهي عليها غرامة المفروض هتدفعها للنادي الأهلي. وفي الآخر قدامها حاجة من الاتنين: يا الدفع يا إما تعتزل الرياضة. طيب إيه لازمة الفيلم الطويل العريض اللي حصل ده كله؟ ما تفهمش. طب أنت استفدتي إيه؟ مش عارف. طيب، حابب إن أنا أتكلم كلمتين. لما إبراهيم شيك اتوفى، معرفش ياخد حقه ولا اي حاجة تساعده على المرض اللي هو فيه. ومصطفى سعد اللي كان لاعب في رياضة من ضمن الرياضات، وتوفى اللي كان صاحب ابراهيم شيك. تعال بص على مريم مصطفى دلوقتي. طيب، في ناس بتفكر ان هي نادي الزمالك انتماء، والزمالك بيصنع النجوم ومش بيصنع النجوم والكلام ده كله. طيب الكلام ده بيروح فين؟ الكلام ده احنا مش شايفينه، احنا شايفين ان في استندال مع اللعيبه اللي هي المفروض كانت واقفه ورا نادي الزمالك. وفي ظل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، في ناس لسه في دماغها ان نادي الزمالك، على فكره حابب ان انا اقول كلمتين: نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم، بس المشكلة ان النادي الزمالك مخترق من جوه. مشكلة نادي الزمالك الناس اللي شغالة فيه، مشكلة نادي الزمالك ان كل اللي فيه بيدور على مصلحته الشخصية، ما بيدورش على مصلحة النادي. زي ما احنا كجماهير نادي الاهلي شايفين اللي احنا شايفينه ده مع النادي الاهلي. يعني انا واحد من الناس شايف النادي بتاعي بيعمل كل ده في اللعيبة اللي هي المفروض كانت اسمها مرتبط باسم نادي الزمالك، ومع ذلك بيستندل معاهم او مجلس الاداره بيستندل مع اللعيبه بالمنظر ده. اتنين في نفس الشهر يتوفوا وكان عندهم مرض وحش، ونادي الزمالك ما يقفش معاهم، وفي الاخر انا اشجع النادي ده؟ حد الله ما اشجعه الا لما الدنيا تتظبط فيه الاول. اتبرأ من النادي اللي انا بشجعه لحد ما الدنيا ترجع او الزمالك يرجع تاني زي زمان. ما بيبعدش عن اولاده، ما بيبعدش عن اي لاعب كان اسمه مرتبط باسم نادي الزمالك. واحب اقول لكم على حاجه تانية: جمهور نادي الزمالك بيساعد مجلس اداره نادي الزمالك في اللي هو بيعمله، لانه هو دايما واقف في ظهر الزمالك في اي حاجه هو بيعمله. ما بيفكروش في اي حد اسمه مرتبط بنادي الزمالك زي ابراهيم شيكا اللي راح لمجلس الاداره عشان خاطر مجلس الاداره يساعده وما لقاش اي مساعده. وكمان جايين يبعتوا له ظرف فيه 3000 جنيه. 3000 جنيه دولت عباره عن ايه بالظبط؟ تخيل انت اسم لاعب كان مرتبط باسم نادي الزمالك، وفجأة مرة واحدة النادي اللي كان بيشارك يتقال لمراته ده وضعه حرج، مش هينفع ان هو يتعالج، بس معلش هنبعت لك فلوس، وفي الاخر يبعتوا لها 3000 جنيه. 3000 جنيه يعملوا ايه؟ دلوقتي شايفين نفس الموقف برضو مع لاعب تاني توفى من العاب الصالات اسمه مصطفى سعد تقريبا، ودلوقتي هو توفى. واخر حاجة احنا شايفينها هو موضوع مريم. طيب، مفيش عقل بيفكر؟ مفيش حتى كمان انك انت تزوم؟ انا بكلم جمهور نادي الزمالك. مفيش حتى انك انت تزوم على مجلس الاداره يظبط الدنيا بدل ما هو شغال في اي حاجه هو مش فاهمها. وعايز اقول لك ان نادي الزمالك داخل في حته مظلمه، فعلا داخل في نفق مظلم، ومش معروف نهايته ايه. بالاخص شايفين نادي جعجع وخلاص، احنا هنعمل واحنا هنسوي. يا راجل ده موضوع زيزو لحد دلوقتي مش عارفين يفوقوا منه، عايزين كل تفكيرهم دلوقتي ان هم يطلعوا من وراه باي حاجه تخليهم ان هم ما يدفعوش فلوس كتير، يعني انك انت كان في ايدك انك انت تكسب. بس تفكير مجلس اداره عقيم عقيم، والزمالك من انحدار لانحدار.
بيطلع من مشكلة يلاقي نفسه في كمية مشاكل كبيرة، وكان اساسها هي المشكلة اللي انا بتكلم فيها اللي هو طلع منها اصلا. مش هقول اكتر من كده. يا جماعة، جمهور نادي الزمالك محتاج ان هو يفوق، محتاج ان هو يصحصح الادارة، محتاج ان هو يختار ابناء النادي الخلاصة. غير كده كلها اشتغالات. غير كده هتلاقوا دايما من مشاكل لمشاكل اكتر. بس